خيارات العمل. هناك العديد من خيارات الأعمال في نافذة أكشن، وذلك كما يلي: انقر على هذا الزر لإظهار القائمة. يمكن إظهار الأعمال بشكل أزرار بوتون مود، لاحظ ذلك. يمكن النقر على أي زر لتنفيذ العمل، لاحظ كرييت بوتون على سبيل المثال. ويمكن إعادتها إلى النمط العادي بإلغاء الاختيار أو النقر مرة ثانية. الآن يمكن إنشاء عمل جديد أو مجموعة جديدة كما تعلمنا سابقا. يمكن تكرار أي عمل باختيار دوبليكيت لإنشاء العمل مرة ثانية، لاحظ هنا كرييت بوتون تم إنشاء نسخة عنه. يمكن اختيار هذا العمل ثم إلغائه إذا كنت لا تحتاجه بالنقر على ديليت ثم النقر على أوكي. يمكن تشغيل أي عمل بالنقر على بلاي. ويمكن البدء بالتسجيل باختيار ستارت ريكوردينج. ويمكن عملية التسجيل مرة ثانية باختيار ريكورد أجين. يمكن إدراج عملية ستوب خلال عملية التنفيذ فتظهر رسالة تنبئك بشيء معين. إذن يمكن إظهار هذه الرسالة باختيار Insert Stop داخل أي عمل تريده. ويمكن الاطلاع على خيارات الأكشن الحالي Action Option. لاحظ هنا اسم العمل بالإضافة إلى خياراته الأخرى، اللون الخاص به عندما يكون في نمط الأزرار، بالإضافة إلى الفانكشن كي المستخدم أو مفتاح الاختصار المستخدم، وفي أي مجموعة هو، بالإضافة إلى إمكانية معرفة خيارات إعادة التشغيل أو بلاي باك. لاحظ هنا بشكل متسارع Accelerated أو خطوة خطوة، أو التوقف المؤقت لثانية واحدة إن أردت ذلك. إذن هذه هي أهم الخيارات الخاصة بالعمل.